السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الملخص الكامل لمباراة الرجاء الرياضي والمغرب الفاسي. المباراة جرت في عاصمة الدورة 19 من الدوري المغربي، واللي فاز بها الرجاء الرياضي خارج الديار، وكينقض على الصدارة وكيصبح في الرصيد ديالو 39 نقطة في المركز الأول من الدوري الاحترافي المغربي. خليكم أصدقائي مع هذا الملخص الكامل اللي حطيته لكم بجودة عالية، ونتلاقاو إن شاء الله في الاخر ديال الفيديو. كنتمنى اصدقائي ديروا لنا لايك وتعطونا الاراء ديالكم في التعليقات. اللقب من فم السبوع امام الظروف القاهره والصعبه جدا التي خاض فيها فريق الرجاء تلك المقابله. هذه امور تبقى في الذاكره وكتعني مع الفريق كذلك رحله تاريخيه لمدينه ساو باولو البرازيليه، وكان اول يعني كان حضور بارز لفريق الرجاء. ونتذكر جميعا سيا في خلاصه بشكل كبير مشى نباتي اول اختبار اراد مباغته الحارس ادم نفاتي ابن الرباط بطبيعه الحال واحد من ايوب العملود قريب منه مكعازي في الظل المغامره مشى يمرر ضربه مرمى زمان كوديم مشى النيجيري اويوسي والحكم يمنح الامتياز للاعب فريق المغرب الفاسي. قرار الحكم اطراف ايتعلل تغطيه رائعه ادم بريكا الفتى الواعد سدد ولكن خرج في التايمين صحيح. بدر بانون طوفان امواج بشريه هادره. الحارس مدين حرار ارتقاء، هناك اصحاب قامات طويله، خرج الحارس بهدوء كبير. الحارس الحراري يلتقط بهدوء كبير، الحارس الحراري يلتقط الملاحظ والمتتبع الدوري الاحترافي في كره القدم ايوب سكومه. مشى ادم نافذ عبر الاطراف، خرج له ايه الخرصه في التغطيه وضربه مرمى فاسيه. المتقدم كره للماس انطلق عبر الاطراف، يمرر تدخل ارتقاء، خرج الحارس راعي الحارس المدي حرار طبيعه الحال بالجديد امامكم مفزع الحراس. سد عبر الاطراف، البحث حلول، بريكا ينطلق، بريكا يتخلص من الرقابه، بريكا يسرى ساحره رهيب. هذا اللاعب شاتو في اكثر من مقابله، سريع، عنده شبك كبير مع اللاعب حموصه اللاعب السابق لفريق المغرب الفاسي. يجيد مراوغه مرور راسيه اويوسي اختار الوجهه. فعاليه النيجيري ماتياس اويوسي الذي ينتقل جول ماتياس اويوسي النيجيري 27 سنه، ينسلك الزئبق، يثق في قدرته المدرب فاضلو ديفيدز. وهدف سيشعل المقابله، هدف غادي يخلينا نتابعوا الوقت المتبقي من عمر المقابله. ايقاع رهيب هنا، تمريره بالاكستيريور رفيعه المستوى من ادم نفاتي، نزل من الرقبه اويغوسي، مطارد ثلاثه لاعبين، ايت الخرصه جبلي، ونضيف حتى اللاعب ايت علال، انطلق كالسهم، مضى في مرقص، ركن كورته بشكل رائع. الرجاء متقدمه بفاس امام قرابه 45 الف متفرج في قمه القمم عن دورة تريون مثلث رفيع ممتاز البناء الهجومي للماس ممتاز، وخروج مهدي حرار هو الاخر ممتاز. هذا بريكا خلق متاعب هنا، انطلق اوزي ينطلق اويوسي ولكن خرج اي تعلل ضربه المرمى. يقول حكم مقابله فريق المغربي الفاسي. فيما مضى الجمهور الماس ما بين 15 و 20 الف متفرج، اليوم 40 45 الف متفرج. يكون قريب كل العمليات. مشى ادم نفاتي اسم على مسمى، نفذت الخط الهجومي لفريق المغرب الفاسي لفريق الرجاء أفوا رجع امكاناته طبيعه الحال. بعض الاحيان جماهير الرياضيه تصب جمع غضامها. خفيفي ارتقاء خفيفي وبدر بانون يجيد الارتقاء، كره للماس ماذا يقول الحكم؟ ضربه خطا بيونافو لا يتعلل، الحكم يعطي ربما يعطي انذار لا يتعلل. الحكم اعطى الامتياز لمدافع الرجوي اظنه اسماعيل مقدم، لانه كان اصطدام قوي
خطا للعب انس طاهر حسنا فعل تصل للوسط صعود اسامه نور الدين يتخلص من الرقبه يمرر للقائم الثاني ولكن بعيده وتغطيه رائعه للاعب مقدم بالرغم انه كيلعب على اورحو. استخلاص رجاوي مكعزي من جديد اويوسي يتلقى كره جميله لمسه يد لمسه يد ربما يقول الحكم او لاشرف هرماش. اشرف هرماش عرضيه تصل لايت علال ايت علال السونتراج والتمرير يفتقد بطبيعه الحال. قد ننتقل من الفريق الاخر ولكن الذكرى تبقى عالقه بالاذهان. زاويه هناك ايت الجبلي وايت خرصه في المراقبه خرج الحارس وينطلق يجيد التمريرات العرضيه جميله 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 ولكن احسن تقليل الحسابات الحارس المهدي حرار. التقط كره رائعه وهناك كذلك اسماعيل مقدم ينهار في المعترك الصغير امام مرمى حارسه. التقاط تصل للجبلي جبلي بعيده ارسال بعيد على كل اللاعبين في الوقت اللي هناك بطبيعه الحال تغيير في هذا الاثناء تغيير صفوف فريق الرجاء. اويوسي خلق متعب كبير للاعب الجبلي. اويوسي تخلص من الرقابه مشى اويوسي من زيفان يمرر بوغرين نسلوا من الرقابه في 4 ديال المناسبات. تصل ايت علال ارسال بعيد على من جديده. هناك فقط ممتاز لعبة الوسط اشرف هرماش رفيعه لوب بالراس ما كانش عنده حل اخر لانه الكره كانت عاليه. صعب جدا يحصر كورتونا بالصدر. كانت رائعه ديال اللاعب اشرف هرماش ولكن العلوش اخطا الوجه بالرغم من المراقبه ديال الطاير. مشى عبر الاطراف. هناك العملود مكعزي ينطلق المكعزي هنا شروط خط دفاع فريق المغرب الفاسي فيه الرزانه فيه الهدوء فيه الدهاء وفيه حتى السباق لونتيسيباسيون. يعني لهنا كتكون تجربه حاضره وتقريبا كل خط دفاعي لفريق الرجاء لاعبون بتجربه كبيره. مقدم بانون جميله تمشي عند بوغرين اويوسي دخل من الرقبه اويوسي مشى تخلص مشى غريبه امور اويوسي تخلص من الرقبه بنفس المشهد الاول اللي سجل به الهدف لما نسل الخط ديال فريق الماس. توقع له الان تاخر كثير قام بلوب ولكن عاليه. صور امامكم والله ايوب العملود يعمق جراح المغرب الفاسي وسط ذهول اللاعبين. يمكن نقول حاله سرور ديني اعتلت كل مفكرات اللاعبين الفاسيين. نسلك الزئبق امام انتظار اللاعبين وحتى الحارس صلاح الدين شهاب. الرجاء تحلق من جديد عاليا في فضاء فاس متقدمه ب2-0 امام المغرب الفاسي. سيناريو مثير للغايه. هنا الكره ترقصت وسط عشرات الارجل تصل نسلك الزئبق الطاير الايمن ايوب العملود اللاعب السابق للجيش الملكي ولفريق الوداد. ومحطات خارج الديار لن تكون موفقه وحصلت من جديده من المغرب الفاسي سيدخلون في هذا الاثناء. هناك في ماذا كابيلو البوسواني يمرر. هناك رجل لي كونتر صعاب في الهجمات المباغته. مشات وراء اطار اللاعبين خروج غير موفق الحارس كانت مغامره من الحارس خرج حتى خفيفي سدد هو كيلعب بالرجل اليمنى سدد بالرجل اليسرى امام مرمى فارغه. هنا فراغات كثيره كل خطوره الرجاء تمريرات الرجاويين وراء اطار اللاعبين الفاسيين. هنا غيمسل اذا كما لاحظتوا اصدقائي كان هذا هو ملخص اليوم لمباراه الرجاء الرياضي والمغرب الفاسي. المباراه اللي فاز بها الرجاء خارج الديار بالملعب البلدي بفاس وكي انقض على الصداره ديال الدوري المغربي ب 39 نقطه. كنتمنى اصدقائي الناس اللي اول مره كيشوفوا هذه القناه تشتركوا فيها وفعلوا الزر ديال الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد فيما يخص الملخصات ديال البطوله المغربيه.